لو انت مت ايام الفراعنه فاللي هيحصل ان الكهنه هياخدوا جثتك ويفتحوها ويطلعوا كل الاحشاء والاعضاء اللي جواك ويخلوك فاضي، وهيسيبوا قلبك عشان هم كانوا معتقدين بالحساب والحياه بعد الموت. بعدين هيحطوا كميه ملح كبيره جدا عليك عشان يمتص كل رطوبه من جسمك، وده هيمنع الجثه انها تتحلل، وهتتلف في شاش وهيحطوا عليك نوع من انواع الصمغ. لو انت اكلت اكل عليه بيض لدوده شريطيه، البيض هيستقر مع الاكل في الامعاء وهيبتدي ان هو يفقس، ومن بعدها بقى الدود اللي هيطلع هيمسك في الجدار بتاع الامعاء بتاعك ببقه اللي عامل شبه الخطاف. الدوده بقى هتبتدي انها تتغذى على جدار المعده بتاعك وبتفضل تكبر جوه جسمك لدرجه انها ممكن توصل لعده امتار، وخد بالك انها ممكن تعيش جواك بالسنين حرفيا. لو جبت خشبه واحده فيهم فيها تعرجات وغرستها في الارض وابتديت انك تحك خشبه ثانيه فيها، الذبذبات اللي هتطلع ديت هتجذب ديدان الارض ناحيتك لحد ما تطلع على السطح، وده بيحصل لان الاهتزازات بتاعه العصايه بتبقى شبه الاهتزازات بتاعه الامطار، واللي الديدان بتاعه الارض بتحبها عشان بتقدر انها تطلع فوق على السطح وتتحرك من غير ما يحصل لها جفاف وتكون حركتها اسهل، وبكده انت ممكن تصطاد ديدان وتستعملها كطعم للاسماك. في سنه 1990 في طيار اتعلق بره طيارته، وده حصل بعد ما النافذه اللي قدام اتفتحت فجاه واتشفط لبره. الحاجه الوحيده اللي كانت ماسكه الطيار هي رجليه، ومضيفه الطيران جت بسرعه عشان تحاول تمسك رجليه وفضلت ماسكاها خلال ما الطيار المساعد كان بيحاول ان هو يوزن الطياره. في الوقت ده الطيار كانت دماغه عماله تتخبط كل شويه في جسم الطياره بسبب شده الهواء، وبرغم ان الطاقم كان مفكر ان هو مات خلاص الا انهم ما رضوش يسيبوه. وبعد مرور تلت ساعه كامله الطياره نزلت بامان، والطيار كمان قدر ان هو ينجو بمعجزه. لو جبت الاحماض بتاعه المعده بتاعتك كلها وفضيتها جوه كوبايه وبعدين جبت سنه من سنانك وحطيتها جوه الحمض، بعد شويه السنه هتبتدي انها تتحلل. ده كمان لو نوع الكوبايه بتاعك ورقي مثلا، الكوبايه نفسها هتتخرم. وهنا بقى تسال نفسك السؤال، طب ازاي حمض المعده قوي جدا للدرجه دي ومع ذلك مش بيحرق المعده بتاعتك ويخرمها؟ مثلا المعده فيها طبقه سميكه جدا من المخاط بتعمل عازل بين الاحماض وبين جدار المعده، ولو المخاط دوت ما كانش موجود حرفيا معدتك كانت هتاكل نفسها. لو انت جبت اخطبوط وقطعت اطرافه عشان تاكله، ولكن بطريقه ما هو عرف يغفلك ويهرب منك، لا وكمان قدر ان هو يوصل وينزل البحر تاني، غالبا انت معتقد ان هو هيموت بعد فتره بسبب الجروح الموجوده في جسمه. ولكن اللي بيحصل ان الجروح بتبتدي انها تقفل نفسها عشان تمنع اي نوع من انواع النزيف، وفي خلايا موجوده في جسمه هتبتدي ان هي تعيد بناء الطرف اللي اتقطع، وخلال اسابيع الاخطبوط هيكون عنده طرف تاني غير اللي اتقطع بيشتغل بكامل قوته.